تكلموا في عقيدتك، انا اشرح. اتركني اقول ما نريد. اتركني اقول مين جبتها يا اجمعين؟ مو بالبدايه غلط، غير اذا خليك على السكه. لك مو اخونا القطار يروح، مو يصير اصطدام. مو انا خاف عليك. هاي يا اجمعين، اللهم صل على محمد وآل محمد والصحابه اجمعين. هذه بدعه، وكل بدعه ضلال، وكل ضلال القطار يروح على جنب، وانا اريدك تمشي على السكه. حاج وعد، عبد الله بن جحش كان صحابي وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين، وقد أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دار الأرقم، ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله تنصر. نصلي عليه، هو أحد الصحابة. الآن هو يجاوب. تفضل شيخ مفضل، بس أنا أريد لك الخير، ليش تروح على السكة الغلط؟ تفضل. أنت تحب لي الخير، واتركني حتى نتوب على يديك، فلا بأس. حياك الله. اتركني أتكلم. حياك. تفضل. سؤالي للأخت: من يحب الرسول؟ والرسول عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه القرآن. من يحبه ومن يكرهه؟ هل من يقول بتحريف القرآن أم من يقول بدون تحريف؟ من يحبه أيها الأخت؟ جاوبني. تمام، سأجيبك. أولا، مسألة تحريف القرآن لازمها حلقة خاصة وسنأتي إليها إن شاء الله، وسنعرف من يقول بتحريف. أستاذ الكريم، سألتني ولم أقاطعك، رجاء دعني أجيبك دون أن تقاطعني، ثم عقب على كلامي كما تشاء رجاء. أولا، كما ذكرت، مسألة تحريف القرآن موجودة عندكم وليست عندنا، وحتى إن ورد شيء عندنا يقول بهذا أنا لا أعترف به، لأني أعرف أن الله سبحانه وتعالى قد حفظ القرآن. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، خليني أبرد غليلك شوي. عائشة قالت بتحريف القرآن، وإن شاء الله بعد هذه السلسلة ستكون هنالك حلقة بالنسبة لتحريف القرآن. ثاني نقطة أستاذي الكريم رجاء، عندنا أنا المرة الفارطة قلت ونوهت بأن عندما تكون لي حلقة فيها موضوع معين لا أسمح بالخروج عن صلب موضوعنا الذي طرحناه. لذلك إن كان عندك سؤال أو إجابة على ما طرحته الآن فتفضل به، إن لم يكن عندك ذلك افسح رجاء المجال لغيرك يدلي بما عنده. هذا السؤال في صلب الموضوع، في محبة الرسول. هذا السؤال في صلب الموضوع. محبة الرسول نعم أجبك عليها، لكن تحريف القرآن في حلقة قادمة إن شاء الله. بالنسبة لمحبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، المؤكد والأكيد أن من كان يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيته. هذه أول نقطة. النقطة الثانية أستاذي الكريم، لا يحب أحدا شخص ويقول عنه كلام لا يليق به ولا يكذبه ولا يخطئه، وخاصة إن كان نبي. فلذلك أستاذي الكريم أنا أريد أن أسألك سؤال. عمر بن الخطاب عندما اتهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه يخطئ ويخالف تشريع الله سبحانه وتعالى، هل كان يحبه أم لا؟ جاوب. نعم طبعا، تفضل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه طوال حياته لم يخطئ الرسول في رسالته أبدا. كان عمر يده اليمنى معه. سؤالي لك، يقول الله سبحانه وتعالى: لقد تاب على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وين هاي الآية؟ هاي وين الآية مضروبة بالخلاط. هم جو يا بابا، وانت سويت لك خلط آية. هاي كوكتيل آية. لقد تاب والمهاجرين وعلى هذا واتبعوهم. سويت لك كوكتيل. تتهمون أن نخطئ الرسول.
أنتم تتهموننا نخطئ الرسول. اتركها تجاوب. هذه أم الأسود. لماذا تدافعوا عن أم الأسود؟ أم الأسود راسكم فوق رؤوسكم. اتركها تجاوب. لماذا الله سبحانه وتعالى قال لقد تاب الله على النبي؟ ماذا فعل النبي لكي يتوب عليه الله؟ يلا جاوب أم الأسود. طيب قبل أن تجاوب بس لحظة. لا أنت علقت إنه أم الأسود تاج راسنا. اسمع خلي أجاوبك على هذه. أولا أي شيء أنا أتكلم عنه إيه ما نجاوب يا أخي ما أجاوب. شوف إخواني الحقد باعله. شوف إما أن تنصت وتستقيم أو أجلدك بسياطي. رجاء أنا دخلت بكل هدوء وناقشتك بكل هدوء، فلا تتطاول ولا تتجاوز رجاء. لست معصومة أستاذي الكريم ولا أعرف متى أجلدك، لذلك استقم واهدأ وتكلم بأدب ودعنا نتخاطب بكل هدوء. اصمت الآن، دع الحج يتكلم ثم سأجيبك. يتكلم 10 ثواني. لحظة. أولا قولك أن أم الأسود لا إله إلا الله يا أخواني حقد والله حقد. هؤلاء حاقدون. اسمع، أولا أنه الأخت تاج راسنا. إحنا نقول أنا وسيد ميثم كل شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فوق راسنا، فإحنا ما نستحي من هذا الأمر. وشيعة أهل البيت مكانهم بين العين وفي القلب، فهذه ما تلعب عليه. تفضل يا أختنا. نعم شكرا حاج وعد اللامي. وأنا أيضا أقول نفس ما قلت. أصغر شيعي في شيعة علي بن أبي طالب وأصغر محب لعلي بن أبي طالب هو تاج على رؤوسنا، ونحن كشيعة علي بن أبي طالب كلنا نقول هذا الكلام. أستاذي الكريم، كما عودتمونا بدل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدافعون عن الصحابة وتحاولوا أن تقوموا بأمور لتشتيتنا وإخراجنا من الموضوع. سألتك سؤال ولم تجبني عليه، لذلك لن أجيبك حتى تجيبني، وسأعيد لك أستاذي الكريم. أجبتك عليه. لم تجبني. أين إجابتك؟ أعيد السؤال. أنا أعيد لك السؤال، أعد لي الإجابة حتى أجيبك على سؤالك. أعيد السؤال. سؤالي سأعيده لك أستاذي الكريم. الذي يخطئ النبي ويشكك في تنزيل الله سبحانه وتعالى عليه التشريع، ويقول بأنه لا يتبع ما قاله الله وما أمره الله به، هذا هل يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل هذا حب للنبي أم بغض وكره وعداء إليه؟ تفضل أستاذ الكريم أجبني. أعطيني الدليل على أن عمر قال أن الرسول لم يتبع القرآن. أعطيني الدليل. يعني كل حلقة تحرج نفسك أستاذ الكريم. الحلقة التي مضت أحرجت نفسك وقلت مستحيل النبي يدعو على يتيمة. أعطيني دليل. أعطيتك الدليل. هذه الحلقة أيضا سأعطيك الدليل أستاذي الكريم. بما أني أنا ذكرت الروايتين قبل قليل من صحيح البخاري، سأذكرها لك في صحيح الترمذي. اسمعها أستاذي الكريم. يقول حدثنا ابن حميد قال ثنى سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله إلى آخره. خلينا نبدأ مباشرة بالحديث. من روى هذا الحديث؟ عمر بن الخطاب. ماذا يقول؟ ابن عباس قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول دعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصلاة عليه، فقام إليه، فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت. اسمع ماذا يقول عمر. يقول تحولت، بوكيمون، تحولت حتى قمت في صدره فقلت يا رسول الله أتصلي على عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا وكذا وعددوا أيامه. وهذا الكلام أختنا قبل أن تكمل، هذا يسمى استفهام استنكاري. يعني أنت لما الآن
عندما تجدين مسلما من سنة الجماعة يأكل لحم الخنزير، فتأتي تقول أتأكل لحم الخنزير؟ يعني ما معناه يسمى استفهام استنكاري، تنكر عليه. فالنبي صلى الله عليه وآله عمر بن الخطاب يقول النبي أتصلي على العدو؟ يعني النبي يعرف، عمر يعرف العدو أكثر من النبي. عدو الله وليس أي عدو، بل عدو الله. الله عدو لله سبحانه وتعالى. كم يا أختي، لا أسكت الله صوتك. كم أعدد أيامه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبتسم حتى إذا أكثرت عليه قال أخر عني يا عمر. النبي مسكين هنا. إخواني أخواتي ركزوا معي وحاولوا تتخيلوا الموقف اللي كان فيه النبي. عمر لازمه من هنا، وكيف تصلي عليه؟ هذا عدو الله، لا تصلي عليه كذا. فخنقه، فعندما أكثر عليه قال له أخر عني. يعني النبي مغلوب على أمره. عندكم أستاذي الكريم، النبي مغلوب على أمره لدرجة أن أصحابه ماسكين له، لازمين له عصاية، ما تعملش كذا اعمل كذا، كأنه ولد صغير وهم يقومون بتربيته.